السلام عليكم. ما تعرفش اخرج منين من هنا؟ بصي، هي البوابة في الآخر هنا، جاية كده في يمين، هتخرج من البوابة على طول. تمام ماشي شكرا. خلي بالك في فلوس جنبك، ممكن تتقلب، يعني هي الدنيا ما عادش فيها امان. لا مش بتاعتي والله. مش بتاعتك؟ وريني كده، ممكن اكون عارفه بتاعت حد او حاجه. ده فيها فلوس كتير. أيوة فعلا. ايه؟ هنسأل على صحابهم بقى ليه؟ عشان نديهم له نشوف بتوع منهم مش بتوع. هو رزق، يعني انت بتقطع برزقك، هي ممكن تكون حاجه ربنا بعتها لك يعني. ماشي، ما هو أكيد برضه صاحبهم محتاجهم. طب هقول لك على فكره حلوه. هو بص، انا مش عارفه دول كام، بس هم شكلهم كتير. عندك مشكله لو نقسمهم سوا؟ لا مش هينفع، أكيد صاحبهم هيجي يسأل عليهم، مش بتوعنا. ايه المشكله يعني؟ هو انت بتقطع برزقك؟ مش رزق، دي حاجة حد نساها أكيد كان محتاجها. طب بص، هو انا يعني بصراحه انا كنت محتاجه الفلوس دي قوي. لا ما هو أكيد صاحبها محتاجة أكتر مني، مش هينفع أقول بس كده. طب يعني أكيد صاحبهم هيجي يسأل عليهم. ماشي، هو انت هتفضل قاعد هنا لحد ما صاحبهم يجي؟ هو ممكن اصلا يكون ما خدش باله او نسى او حاجه لا يعني. لا كده هيبقى. خلاص انت حر يعني، بس خلي بالك هتندم، هو اصلا كده كده مش هيرجع يعني. لا لا كده هيبقى. أكيد محتاج. ماشي. شكرا. مساء الخير يا ابني. ممكن تشتري مني اي حاجه الله يكرمك؟ ربنا يخليك يا حبيبي. انا معايا مناديل ومعايا كمامات، ساعدني. معاه والله. طب ما انت لو معاك محتاجة كده في والله. فلوس معاك اهي. فلوس والله يا حاج. يا عم ده فلوس كتير اهي. والله ما فلوس، ده في حد انسان هنا جنبي. ساعدني، انا عايز اكل عيال الله والله يكرمك. لو محتاجة. طب خد كمامات اهي. ساعدني، انا عايز اكل عيال الله يكرمك. طب اديني حتى 200 جنيه حتى من اللي معاك ده. فلوس والله. لو عايز 20 جنيه بتاعت المواصلات ماشي، انا موافق. ماشي يا ابني كتر خير. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش بعد اذنك، ما شفتش محفظه هنا؟ لقيتها معايا. طب دي محفظتي والله، انا نسيتها هنا من شويه. وايه النسبة بتاعتك؟ هتلاقي بطاقتي فيها على فكره، وفيها 6000 جنيه. ايوه هي الفلوس. حبيبي الله يخليك، مش عارف اقول لك ايه والله. في ناس كتير كانت عايزة تاخدهم والله، بس انا قاعد مستنيك من ساعتها، لو ما كنتش لقيتك كنت اديتهم للأمن. الله يخليك يا صاحبي، انا مش عارف اقول لك ايه والله. دي الفلوس دي كنت رايح اعمل بيها عمليه لمامتي والله. ماشي. بص بقى، احنا بنصور فيديو وفي كاميرا هناك ورا الشجره اهيت. كل اللي حصل ده كان تجربه اجتماعيه. انا عايز اعرف بقى انت ليه ما قبلتش ان انت تاخد الفلوس دي او تقسمها مع اي حد من اللي جالك؟ ما هو عشان دي مش حق عشان اقسمها برضه، وبعدين اكيد الانسان ده محتاجه اكتر مني. انا شفتك حتى ساعدت الراجل الكبير واديته الفلوس بتاعت مواصلاتك، اللي هي الفلوس الوحيده اللي معاك. ما هو عمال يقول لي عايز اكل عياله، صعب عليا يعني، وكلنا واحد. انا مش عارف اقول لك ايه والله، انت شخص امين وشخص جدع وشهم جدا، وحتى عندك رحمه وانسانيه كمان. فالبرنامج بقى مقدم لك حاجه بسيطه كده، يا ريت تقبلها مني. الفلوس اللي كانت في المحفظه ديت، بما ان انت ما رضيتش انت تاخدها، فدي هديه مننا ليك. اتفضل. شكرا. طيب بص بقى للكاميرا، وتقدر تقول لنا نزل المقطع ده ولا لا؟ لا عادي.